السلام عليكم. باش عرفوا بان الاشكاليه صعيبه، هما الامهات خرجوا كيدويو، امهات ديال الدراري ديال طنجه، وقال لك ولادهم دراويش وضحوكيين وزوينين ومرضيين وما عندنا ما نسالوهم حنا، وبان اللي خاصهم العقاب ماشي ولادهم، الناس اللي شهروا بهم عبر الفيديوهات. هنا باش عرفوا بان الازمه ازمه اخلاق وازمه تربيه وازمه وعي متوارثه منذ اجيال. بزاف ديال الناس داروا ملاحظات على الفيديو السابق، كيقولوا كنتي معصب وهضرتي وكانت ردة فعل، وبانك صحفي ماشي مؤثر وداكشي درتي ديال المؤثرين. انا ندوي كصحفي. المغرب تم ترتيبه من بين 10 دول الاقل امانا لسفر النساء لوحدهن في العالم. يلا بارطاجيت ستوري البارح، شتو كيفاش كنأثروا على السمعه ديال البلاد، وشتو هاد التصرفات في الشارع كي كتأثر على الصوره ديال المغرب. واخا هذاك الترتيب شمل 50 دوله فقط اللي هي الاكثر زياره في العالم، ماشي 100 200 دوله، الا ان الامر مخزي للغايه وما يعجبناش. فكيفاش الان امهات كيخرجوا وكيقولوا بان اولادهم ما يستحقوش العقاب، وبان اللي يستحق العقاب هو هذاك اللي يصورهم. التربيه مهمه بزاف، والتربيه دوينا عليها دائما وما ذكرتهاش في الفيديو السابق لانها بالنسبه لي من المسلمات. ناس واحد اخرين قال لك علاش تقول امك ولا اختك ولا خالتك هذاك الاحترام خاصو يكون ضمني وما خاصو يكون عنده حتى شي قيد او شرط متعلق بعلاقه مع امراه تحت. لا، حاولوا تفهموا. الرسول عليه الصلاه والسلام قال: لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. وانا كنعرف بانه النخوه ديال المغربي كتجعلو دائما ما يدافع على عائلته، على مو، على بنته، على اخته، ما كاينش اللي يقيسها، ما كاينش اللي يدوي معاها وطيح الروح. وسيروا شوفوا بشحال من واحد في الحبس، وسيروا شوفوا بشحال من واحد تضرب، وشحال من واحد دابز لانه دابز على ود امه، حيت واحد سب ليه امه، ولا حيت واحد شاف ليه في اختو، ولا قاص ليه اختو في الزنقه. شنو خصنا نتعلموا من هذا الشيء؟ اذا كانوا عندنا اخلاق، اذا كنا تربينا بانه داكشي اللي ما نبغيهش يطرا لعائلتي ما نبغيهش يطرا لعائلات الناس الاخرين. الا ما بغيتش ان يعتدى علي لا يجب ان اكون معتديا من الجهه الاخرى. وهذا الشيء كيتعلم بالتربيه، والتربيه هي مسؤوليه مشتركه ما بين الاسره والمدرسه ودور الشباب والمجتمع المدني بصفه عامه بما يضمه من جمعيات ومنظمات، وحتى بالنسبه للاحزاب السياسيه عندها دور ديال التاطير. كتعرفوا علاقتي مع الاحزاب السياسيه ماشي تنليه، ولكن هذا دور ديال التاطير خاصو يدار من طرف اي جهه منظمه. ملي قلت انا القوانين خصها تكون صارمه، انا عارف ان القوانين صارمه، ولكن ديروا لنا الكاميرات في الشوارع، مابقاش دابا في الاقسام، ديروهم في الشوارع، ديروهم في السبيطارات، في اي بلاصه اللي تبتات عليه يتعاقب، وباتباع صرامه هذوك لي تكست اللي كاينين، هذوك النصوص اللي كاينين، لأن الامر اصبح خطيرا جدا. اذا فهموا بانه ملي كيكون مشكل ديال التربيه، هاد الناس ملي كيديروا ديك الزبله قد راسهم راه ما كيحسوا لا بتانيب ضمير، ما يحتاجوا لمراجعه نفسهم، لان حتى في الدار دائما العائله كتلقى طريقه باش تدافع عليهم وما تلومهمش. والدليل هو الامهات اللي خرجوا الان كيقولوا لنا ولدي درويش اللي خاصهم يتعاقبوا، هما اللي شهروا به، السيد اللي صور هو اللي خاصو يتعاقب. والناس في اخر المطاف انا ما كنلومهمش، ما كيقدروش يعاونوا، لان بشحال من واحد مات في الزنقه، وبشحال من واحد وقعت العاهه مستديمه، لان دري من هذوك الدراري كيجبد موس وكيضربوا به، والقصص موجوده، راه معروف هادشي. تفرجوا على السي الخراز ولا فاطمه الزهراء العساكري ولا اي واحد اللي كيدير الفيديوهات وتسمعوا شحال من قصه ديال واحد بغى يدير خير، بغى يدخل، بغى يفك مراه ولا يفك شي واحد، وتصدق هو اللي جايبها في راسو. اذا الان المهم في هادشي كامل هو الوعي، نزيدو نطوروا اساليب باش نوعيو الناس، والصرامه في العقاب لاي واحد تخول له نفسه انه يبرزط المغاربه في الشارع العام. وبالنسبه للمساله ديال اللباس، راه الامور ما كتصححش بهذيك الطريقه، والا كره اي واحد ضد الفكره ديال اللباس ديالك باش يهجم عليك، بحال كيوقع في ميريكان مثلا. كاين شي عصابات عندهم ديال الزنقه، وحدين كيلبسوا الاحمر وحدين كيلبسوا الزرق، يشوفك لابس تريكو زرق يجي تيري فيك. حتى ديك الساعه واحد اخر، حنا داكشي اللي كنحتجوا عليه كيوقع في اوروبا ولا في امريكا، كيقول لك مراه لابسه الحجاب هجموا عليها. كتجيك ماشي عاديه ان وحده لابسه الحجاب جا هجم عليها واحد لانه متخلف، لانه مكلخ، ولكن وحده لابسه بطريقه مغايره انت تهجم عليها عادي. وهذه هي سياسه الكيل بمكيالين. هادشي هو اللي ما خاصوش يكون. التغيير كيكون بالنصيحه، كيكون بالكلام، كيكون بانا نحاول انني نولي قدوه ونولي الطريق زوين، نوري الطريق زوين كي داير، ويشوفوني الناس يشوفوا فيا شي حاجه زوينه. هذا ما كان.